تعال نخش تقييم اللعيبه في ماتش الاهلي والمصري. في حراسه المرمى مصطفى شوبير كل الكور جات له اتعامل معاها بشكل كويس نوعا ما عدا كوره واحده اللي هي وقعت من ايده، فممكن ياخد 7/10. لعب ياسر عمل غلطه لكن لحقها في الاخر، بس الكوره كانت اوفسايد في المطلق فممكن ياخد 6/10. لعب جنبه ياسين مرعي على الشمال، لعبهم 40 دقيقه وكده، ممكن ياخد 4/10. على اليمين محمد هاني ما ماتش اقل من العادي. محمد هاني ممكن 3/10. على الشمال يوسف بالعمري عمل كذا كوره نوعا ما شكل كويس، حاول يعمل حاجه، كان في انطلاقه مع طاهر كده في مرتده لكن ملحقش يعمل فيها حاجه، فممكن ياخد 5/10. نص الملعب امام ومروان ماتش عادي برضه الاثنين، ممكن كل واحد ياخد 5. مفيش يعني مفيش ابتكار، مفيش حاجه زياده تحس اتعملت. ناحيه اليمين طاهر عامل ماتش نوعا ما كويس فممكن ياخد 6/10. على الشمال تريزيجيه نجم الماتش عشان جاب جولين وبس، مش عشان حاجه، فممكن ياخد 8/10. لعب بن شرقي، وممكن بن شرقي ما برضه ما تحسش بحاجة كبيرة قوي في الماتش ده، فممكن ياخد 5/10. لعب حسين 40 دقيقة على الوقت اللعب برضو 3/10. نزل هادي رياض يعني عمل ماتش نوعا ما أحسن من ياسين مرعي في شوية اللي لعبهم برضو، فممكن ياخد 6/10. نزل ديانج اتسبب في ضربة جزاء ولعب نوعا ما وقت يعتبر كويس مكان بن شرقي في الدقيقه 60. فديانج النهارده برضو على اخر ماتش ليه مع الاهلي، فمش هديله تقييم قليل، فممكن ياخد 7/10 ديانج، عشان بس ده اخر ماتش ليه مع الاهلي، مش هيلعب تاني ومش هشوف ديانج تاني بس غير مع منتخب مالي بقى او الفريق اللي هيروحوا. نزل محمد شكري وزيزو ومروان عثمان. مروان عثمان كان ممكن يجيب جون في الاخر، لكن الثلاثه لا تقييم على الوقت اللي لعبوه، ما لحقوش يلعبوا.